هنعمل مع بعض النهارده كيكه التفاح بكل سهوله في البيت او لابل كيك زي ما انتم شايفين. تابعوا الفيديو هو للاخر. ده الكلام. كيكه التفاح زي ما انتم شايفين تحفه 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 فنيه. هو ده الكلام. اعملوها وقولوا رايكم فيها. زي ما انتم شايفين ابل كيك بكل سهوله في البيت، تحفه مع الشيف محمود، مفيش مستحيل. محتاجين 5 بيضات بدرجه حراره الغرفه كده، معاهم 2 كوب من السكر، الكوب المعياري اللي موجود في كل بيت يا جماعه. طبعا بنضرب المكونات دي كده بالمضرب اليدوي، ولو عندنا مضرب آلي كمان مفيش مشكله هيكون افضل. بنضرب كده لمده 3 4 دقايق لحد ما ندوب السكر خالص، ميبقاش ما عندنا سكر زي ما انتم شايفين كده. بعد ما دوبت السكر كده بنزل ب2 كوب من الزيت، الكوب المعياري اللي موجود في كل بيت. نزلنا ب2 كوب من الزيت بنضربهم ضربه كويسه مع بقيه المكونات. وكوب من الحليب نفس الكوب برضو 250 مللي، بنضربهم ضربه. وادام حطينا بيض طبعا في العجينه لازم نحط فانيليا، دول 3 باكت من الفانيليا بنديهم ضربه صغيره كده. وعندنا طبعا 4 اكواب من الدقيق بننزل بيهم كده، اللي هو 500 جرام من الدقيق. وطبعا ادام حطينا الدقيق ننزل بقى بباكت بيكنج باودر كده، باكت كامل يا جماعه. ونضرب البيكنج باودر مع الدقيق مع كله مع السوائل اللي حطيناها لحد ما نوصل للقوام المطلوب. طبعا عندنا ده العجينه دي فيها طبعا، او بقى بالكيك اساسي فيه التفاح، بنقشره وبنشرحه زي ما انتم شايفين كده. محتاجين معلقه كبيره من القرفه و4 معالق من السكر ونقلبهم مع بعض. طبعا الصينيه دي 25 في 35. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنرش القرفه والسكر، بيدي معانا تيست وطعم رهيب. طبعا بننزل بالعجينه بنحطها على درجه حراره 180. طبعا لازم نهبتها هبدتين كده عشان ما يكونش فيها فقاعات وهواء. ندخلها على درجه حراره 180 لحد لمده 40 دقيقه. طلع. وبنحطها في هو الرف ده الاوسط الكلام، من هو ده 40 ل 45 الكلام. دقيقه. كيكه التفاح بكل سهوله في البيت. تابعوني بقى ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير، والمقادير دي سهله جدا، تقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. صلي على الحبيب قلبك يطيب عشان نعمل وصفات كتير. هو